يسعدني أن أرحب بالسيد سعيد خير الله الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل. مساء الخير سيدي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. لمعاناة العمال الفلاحيين أوجه كثيرة مشاهدينا نفصل فيها وجها بوجه. نتحدث اليوم كما أسلفت عما لا يقل عن 1,000,000 عاملة وعامل في القطاع الزراعي. في البداية أتوقف عند سبب نزول هذه الحلقة. يتعلق الأمر بحادثة السير المميتة التي وقعت قبل أسابيع في منطقة مولاي بوسلهام. راح ضحيتها 8 عمال أو عاملات زراعيات، 30 جريحا أو جريحة. يتعلق الأمر بحلقة في مسلسل من عدة أجزاء. سيد سعيد خير الله. إذن في البداية لازم في الجامعة نقدموا العزاء ديالنا في الضحايا ديال لقمة العيش كما كنسميوهم حنا، وعلى مدار السنين لهاد العاملات الزراعيات، وكنتقدموا العائلات ديالهم بالصبر وبالسلوان. وبالتالي هذه في حقها مأساة اللي اليوم كنعانيو منها، وما كنعانيو منهاش غير اليوم في هذه الحادثة، ولكن هذه حادثة يمكن أثارت انتباه بشكلها الكبير لأنها مرتبطة في واحد المحيط مهم ديال الاستثمار. الرقم لحد الآن ماشي 8 العاملات، هما 14 ديال العاملات لحد الآن اللي وصلوا الضحايا ديال هذه الحادثة واللي توفاو فيها، وكاين اكثر من 25 ديال العاملات فيهم 4 قاصرات اللي كيقل السن ديالهم على 16 سنه. اذا هذه فعلا مأساة كبيره، وكما قلت الاخت ايمان هي حلقه في مسلسل ديال المعاناه ديال العمال والعاملات الزراعيين اللي كيبلغ العدد ديالهم 1,000,000 على التراب الوطني. لماذا تتكرر حوادث السير بشكل كبير في هذه الفئة؟ قبل ما نبداو الحلقة قلتي لي بأن غير في الأسبوعين الأخيرين تم إحصاء عدد كبير من القتلى في حوادث السير في مناطق زراعية مختلفة. في هذا الأسبوعين فقط كانوا 4 ديال الحوادث ديال السير مرتبطين بعالم الشغل بطبيعه الحال، ومرتبطين بالعمال والعاملات الزراعيات اللي في المنطقه ديال تارودانت، منطقه بني ملال، ومنطقه ديال الحجم. وكاين بطبيعه الحال هذه الفاجعه ديال منطقه مولاي بوسلهام. نادرا ما كنسمعوا بان كاين مقتل جماعي ديال اسر او ديال عائلات او ديال عاملات يقطنون بالعالم القروي وغير مرتبطين بعالم الشغل. اذا هذا هو عمق من الاشكال. عمق الاشكال هو ارتباط هذه الحوادث ديال السير واش هي مرتبطه بظروف اللي كيتم فيها النقل، بان هذه وسائل النقل غير مرخصه، مرتبطه بعدم احترام الطاقه الاستيعابيه ديال هذه الوسائل ديال النقل؟ علاش هذا الارتباط بين عالم الشغل في المجال الزراعي وبين وقوع هذه الحوادث السير؟ هذا الارتباط هو اكيد ومرتبط بشكل قوي بطبيعه العمل العمال الزراعيين، بالهشاشه العمل اللي كيخدموا في ظلها هاد العمال الزراعيين. فهاد العمال لا يشتغلون بعقد عمل واضحه، يشتغلون في ظل العمل الموسمي تحت رحمه السماسره ديال العمل. هذه المساله ديال النقل الخاص واش ما يمكنش نلزموها على جميع الضيعات الفلاحيه انها تامن نقل خاص في ظروف ديال السلامه العمال والعاملات الزراعيات، بما ان وزاره الشغل قالت بانها ما هيش مسؤوله يعني بقوه القانون على هذا المعطى؟ من المسؤول؟ كيفاش ممكن نلزموا هذه الضيعات الفلاحيه انها تنقل لنا الناس في اجواء او في ظروف فيها شروط السلامه؟ هذا ابسط حاجه ممكن الواحد يترافع عليها. وللاسف يمكن نختلف مع الاخ الطاهري على المسؤوليات ديال الدوله ومسؤوليه ديال القطاع اللي كيشتغل فيه، فماشي مرتبط مباشره. ما حنا ما محتاجينش ذاك مفتي الشغل يبقى حتى 11 الليل باش يحسن لنا الموتى، ما محتاجينوش باش يوفر لنا الوثائق باش يكون ذاك التعويض عن حوادث الشغل الهزيل جدا اللي يقروا القانون. حنا محتاجينش حنا محتاجين فعلا تدخل الدوله باش توفر اجراءات وقائيه. حنا ما بغيناش الموتى باش نحبسوهم ونحصيوهم او لا من بعد باش نقولوا بدينا درنا الاجراءات اللي بغينا نديروا. وبالتالي كاين مداخل اساسيه وهي فرض تطبيق القانون الشغل داخل هاد الضيعات هادو. حنا امام باترونه زراعيه ونقولها من هذا المنبر اللي كيهمها الهم الواحد ديالها هو الربح. يمكن كل شيء كترد له الاعتبار وكديروا في الاطار ديالو الصحيح الا العنصر البشري. العنصر البشري ارخص شيء في مسلسل الانتاج عند الباترونه الزراعيه. فكنشوفوا يمكن الاستاذه قالت الحيوانات كنتنقلوا في ظروف وسائل الانتاج الاخرى. المنتوج كيمشي في دي رومورك مقادين وكيمشيو ليه، الا البشر اللي كينتج لنا هذا الشيء فهو اخر واحد كيمكننا نتفكروا فيه. الى السلطات ديال التفتيش كانت رعاة وضمنت الحق النقابي
والتواجد ديال العمل النقابي فرضات باش يطبق قانون الشغل، وفرضات باش تكون لجنه المقاوله ولجنه الصحه والسلامه. كنظن بان هادو اليات ومداخل باش يمكننا نديروا السباق. وحنا عندنا تجارب كجامعه وطنيه قطاع فلاحي مع في المنطقه ديالنا سوس مسا، في مجموعه ديال الضيعات اللي عندنا فيه العمل النقابي متواجد فيه، فاستطعنا يتنقلوا العمال في ظروف رائعه في دي بوس في حافلات يتنقلوا بحال الانسان، وتوفرت حافلات للشركات اللي كيتعدى العمال ديالها 4000 ديال العمال. اذا الا كان الاراده، ولكن كذلك مسؤوليه الدوله، هذه مسؤوليه الباترون بطبيعه الحال، وحنا كنقولوا كيهمها الربح، لان لو وفرت شروط النقل اللي تكون جيده فهي كتدخل في الهامش الربح ديالها. ولكن مسؤوليه الدوله لان مسؤوله عن الرقابه وتطبيق القانون. هذا الشيء بطبيعه الحال مسؤوليه فيه ديال كما قلنا ديال وزاره التشغيل وضمان حق النقابي وتواجد العمل النقابي وعدم محاربته وطرد العمال بمجرد انتمائهم للنقابه. كاين كذلك مسؤوليه ديال وزاره الفلاحه، فنعرفوا بان الباترونه الزراعيه فهي مدعمه، ومدعمه ما بين 80 حتى 100% في الانتاج ديالها في الضيعات ديالها. وهذا الدعم فهو غير مشروط بتطبيق القانون او لا ضمان كرامه الانسان اللي كيعمل داخل الضيعات الزراعيه. اذا هذا الشيء واش كان مطلب ديالنا في الجامعه بان ضروري نقرنوا الدعم او الاعفاءات الضريبيه والامتيازات اللي كتعطى بشرطه بتوفير ديال الكرامه ديال العمال والعاملات الزراعيين داخل الضيعات. من واحد التوضيح، انا هنا ملي كنقول مسؤوليه الدوله راه حنا بعدا كنتضامنوا مع خوتنا المفتشين الشغل والظروف ديال العمل ديالهم والقله ديالهم. انا كنعرف يمكن هذه مساله يعني 200 واحد واش غادي كتلقى مفتش الفلاحه في منطقه واقليم كله واش يمكن له يقارب دوك حتى المقاربه، يعني الاهميه اللي عطيها الدوله لهذا المجال التفتيش باش يدير العبد ديالو الوقايه ما كاينش. حنا كنحطوا مسؤوليه الدوله ماشي مسؤوليه ديال خوتنا اللي هما كنعانيو معاهم يوميا. حنا في الممارسه الميدانيه كنعانيو حتى وكنعرفوا اغلبهم عندهم حس اللي يمكن لهم يقرب، ولكن كنقولوا مسؤوليه الدوله اللي ما حطاش اهميه ديالها وكتعبئه الموارد البشريه والماديه. بالنسبه لهذا الشيء ديال العلاقه الشغليه للاسف ما بقاش علاقه شغليه تربط المقاولات بالاجراء. راه كتهبطوا البيوغرا دابا كتلقاو الموقف، والموقف فيه مصريه اللي كيجيب العمال. لا تربطوا العمال، اغلبيه العمال اللي كيشتغلوا دابا في قطاع الفلاحي لا تربطهم علاقات شغليه مباشره، اما كيكون عن طريق وكاله تشغيل وهي شركات وهميه فقط كاين نفس السميه وكيكون واحد السمسار بتليفونه هو اللي كيخدم. وهذا شيء تهرب ديال المقاولات ما كنعممش بطبيعه الحال، اغلبيتها كاين مقاولات مواطنه، كاين مقاولات اللي كتحترم قانون الشغل قليله للاسف، ولكن الاغلبيه الساحقه مقاولات اللي فعلا كتخدم او لا ما كتبغيش تربط بها اي علاقه شغليه عن طريق سمساره او ما يسميوه بالوساطه. هذا الشيء كيمنع بطبيعه الحال الوسيط، وهو في تحول في هذا العمال. يمكن كل نهار يجيب لهم عمال من طريق اخر، بالتالي نسولوا شحال من عامل عنده بطاقه شغل. هذه وثيقه اثبات بطاقه الشغل ما كايناش. شحال من عامل عنده ورقه الاداء عن الشغل ما كايناش. هذو وثائق اللي في القانون المدونه خصنا نسالوهم. وبالتالي كتلقى عمال كيشتغلوا وعندهم ارتباطات بمكان العمل وليس ارتباط بالمقاوله التي يشتغلون بها. 10 سنين 20 سنه وما عندنا عندنا حالات استاذ ايمان، عندنا حالات ديال عاملات اللي خدامين 40 سنه في ضيعات وليس لهم اي وثيقه تربطهم بالمشغل وتم طردهم طردا تعسفيا وخرجوا بزيرو درهم في المحكمه. عاملات اللي مسنات اللي عندهم 75 سنه. يمكن ترني بان الباترون هذا كتساهم في السياده الغذائيه وكتساهم في الاستثمار الاخرين. نقول لكم واحد الحاجه، المنطقه اللي وقعت فيها هذه الاكسده ديال مولاي بوسلام 12 جامعه المحيطه في كاين ذاك الدوار اللي فيهم العاملات، نسبه الفقر فيهم 40%، المعدل الوطني 14%. 40% الاستثمار للاسف فيما كيكون الاستثمار. منطقه بيوغرا اكبر منطقه اللي فيها وشتو كيتباع الاستثمار الفلاحي الكبير للخارجي والمنطقه الاكثر جماعه فقرا على المباشر، فيها منتشرين كاع الافات الاجتماعيه داخل هذه المناطق. اذا الاستثمار هما فرص تشغيل، ولكن فرص تشغيل اللي كتولد لنا الفقر والهشاشه. بطبيعه الحال لما نخضع العامل الزراعي والعامله الزراعيه لظروف الهشاشه فهن وهم يقبلون اي دور. كانوا في مولاي بوسلام راه كيخرجوا من منازلهم في 4 الصباح باش يبداو العمل ديالهم في 7 الصباح وما كيوصلوا للمنزل ديالهم حتى 9 الليل. هاد العاملات باش يكونوا يتنقلوا، وذاك الباترون ماشي حبا فيه يوفر شروط النقل لهم، لانه خصو يجيب اليد العامله ولكن يجيبها باقل تكلفه. ديال الاجور 69 73 درهم يعني كنذكروا بها. ساعات العمل 48 ساعه اسبوعيا، يعني 8 ساعات كل يوم، الاقصى هو 10 ديال الساعات. اين نحن من هذه الارقام؟ احنا غير بعدا قبل ما ندويو على شي نهضروا ونديروا نقرروا بان كاين واحد التمييز عام
على المستوى ما بين العالم الحضري والقروي. يعني الدوله لحد الان باقي عندها العالم القروي كيجي في المستوى الثاني او المواطنين من الثاني. ملي كنمشيو للبنيه التحتيه، البرامج التنمويه كلها، كنجيو للقانون. كاين تمييز خطير على المستوى القانوني، بحال العمال الزراعيين مقارنه مع العمال الاخر ديالهم اللي في القطاع الصناعي والخدماتي. انا عطيت المثال ديال القطاع الصناعي حتى هو فرق اكثر من 30% في الاجر. على المستوى ديال الاجر فرق. والدوله وقعت معنا محضر في 2011 26 ابريل 2011 الدولة تلتزم فيه مع المشغلين بأنهم غيكون المساواة في الأجر ما بين القطاع الفلاحي والقطاعات الآخرين على مدة 3 سنوات، يعني ما بين 2012 حتى 2014. يعني يكون من 2014 الدولة احترمت التزاماتها واتفاقاتها، وهذا التزام. اليوم كان خصو يكون المساواة. ما كاينش اليوم هذا المفهوم ديال السميك والسماك، يعني جوج ديال الأجور. كان عنده فلسفة في الاستعمار، عنده فلسفة مي كان النمط ديال العمل العمال الزراعيين هو ديال المقاولة العائلية، وبالتالي كان يكون منظومة الخماسة الرباعة أو لا الأجراء اللي كانوا كياخذوا جزء مادي وجزء عيني. هذا انتفات ولات مقاولات عصرية اللي ما كيقدر يخرج الأجير معاه ولو حبة من المنتوج اللي كينتج، وبالتالي تنافات هذه الامور هذه. فرنسا اللي ورثنا من عندها القانون تلغى هذا القانون ديال التمييز ما بين الاجور، وباقي المطلب الان. حنا كنهضروا اليوم في 2019 وباقيين جوج اصناف المغاربه اكثر من هذا الشيء. كنهضروا على الاجر، كنهضروا على ساعات العمل زايده على الساعات الاخرين. هذا على المستوى القانوني. انا كنهضر على المستوى القانوني اللي يحتاج الى مراجعه على المستوى ديال الممارسه. واش كاين الالتزام بهذا الحد الادنى القانوني اللي مجحف واللي يجب مراجعته؟ نعطيك انا اكثر من 90% الاضرابات التي خضناها على مستوى الجامعه الوطنيه القطاع الفلاحي في صفوف العمال الزراعيين فهي اضرابات من اجل تطبيق القانون، الشغل على علته. حنا المقاولات باقي ويطرد العمال ديالنا او لا كيدخلوا السجون بمقتضى الفصل 288 لاننا نطالب بتطبيق هذا القانون اللي فيه حيف اصلا. اذا ما كاينش تطبيق القانون في العالم القروي، ليس تطبيق القانون. ما كاينش، ما كتعطاش بطاقه الشغل ملزمه للعمال، ما كيتعطاوش واحد المجموعه ديال الثمرات ولو غير ماديه، وبالتالي ما كاينش الصريح ما كاينش الصريح في السنسس، ما كاينش الحد الادنى الاجور محترم في الاغلبيه ديال الضيعات، ما كاينش ساعه العمل تحترم. حنا مشينا للضيعات اللي كيبقاو يشتغلوا حتى كيسالي المنتوج ويحمل ويمشي، سيرتو في الوحدات الصناعيه الفلاحيه. هادو ما كاينش ساعه العمل قاره، وبالتالي هذا الوضع كيتستغل الوضع ديال الفقر اللي كاين في العالم القروي ويبتزون العمال بطريقه او اخرى من اجل اخضاعهم لهذه الشروط هذه، وبالتالي منكم كثار واللي ما بغيتيش راه كاين عمال اخرين. وهذا الشيء علاش حنا كنقولوا من هذا المنبر بان على المستوى الواقع بعيد جدا على المستوى ديال القانون اللي كاين هنا. هذا الشيء اللي كيهضر عليه الاستاذ الطائري ديال تفتيش الشغل او لا ديال المقاربه ماشي فعال. انا قلتها قبيله، الجهاز ديال تفتيش الشغل هو مهم ولكن ليس فعال لان ما كاينش الامكانيات من اجل المراقبه ديال الشيء. حتى الصفه الضبطيه اللي عندهم مفتش الشغل من اجل الالزام ديال المشغلين ما كايناش. فاحنا كنمشيو قدام المشغلين ويسرحون العمال يوميا ويسرحون المكاتب النقابيه من اجل المطالبه بتطبيق القانون فقط. طيب سيده سعاد، القاصرات كثار في العماله الزراعيه، كثار في العمل قل من 18 سنه، علما ان هناك من يعتبر بان بين 15 و 18 سنه يمكن لك تشغل. القطاع الزراعي ومشغل كبير في الخفاء كنقولوا، وضدا على القانون ومجريات القانون ديال العاملات، اكثريه العاملات القاصرات. اذا كيشتغلوا في ظروف هذه العاملات القاصرات. قلت لكم انا 4 القاصرات في هذا الحديث هذا، غير واحد ليشونتيون صغير فيهم 4 ديال القاصرات اللي راهم دابا في المستشفى العسكري محمد خامس. راه يمكن بغيتوا الاسماء ديالهم نعطيوهم، وبالتالي هذا الشيء هو كما قلت لكم كيتعطى عليه. بغيت غنمشي لنقطه اخرى لان الوقت يداهمنا تقريبا، بقات لنا واحد 5 ديال الدقائق. هل صدقا انا شفت لك واحد الاستجواب تتحدث فيه على ان النساء تتعرضن للقهر المزدوج، واش بهذه الصوره يعني طيله زمن الحلقه وحنا كنشوفوا بان الظروف سيئه على الجميع؟ يعني كاين مشاكل يعني في التعاقد، مشاكل في الاحترام ديال السن ديال العمل، مشاكل في الاجر، مشاكل في التمكين من الحمايه الاجتماعيه. النساء علاش مؤخرا ولينا سلطنا الضوء بشكل كبير على كل ما هو تحرش، على كل ما هو اعتداء جنسي، وكانه ما كاين الا في هذا المجال الشغلي فقط؟ لا، غير ناكدوا بان القطاع الفلاحي هو قطاع نسائي بعد ديال التشغيل النسائي بالدرجه يعني الاولى في لاباس. وعلاش نسائي؟ لان النساء بطبيعتهم يمكن لهم يخضعوا للاستغلال اكثر، ماشي لشي حاجه اخرى. يمكن المهام ديالهم يديروهم حتى الرجال، ولكن في القطاع الفلاحي كياخذوا النساء لانهم يمكن لهم يتستغلوا اكثر ويحتجون اكثر.
يحتاجون اقل اقل بطبيعه الحال. كاين نعطيك من مظاهر الاستغلال. كتعرفوا بان في المناطق ديال في الضيعات المراه الا كانت حامله تخفي الحمل ديالها باش ما توقفش، باش ما توقفهاش على العمل. نقول لكم واحد الحاجه، المراه كتتعرض للتحرش الجنسي يوميا داخل الاخرين وما محقاش حتى تريكلامي، لانها لا ريكلامات غتصبح لا غد لي فاقده الشغل ديالها. المراه كتاخذ اجر اقل وتصبر وكتصبر اكثر باش ما يمكنلاش تفقد العمل ديالها. هادو كلهم مظاهر ديال الاستغلال مزدوج اللي كنعاينوه. هذا ملموس عندنا بمعطيات وغير مخفي. يمكن المعطيات اللي عندنا حنا اكثر من عند وزاره التشغيل، حنا نمارسه في الميدان وعندنا هادشي. ولكن ملي كيكون علاش هما يحاربون العمل النقابي داخل القطاع الفلاحي؟ يحارب العمل النقابي لانه يفضح هذه الواجهات. راه مشينا لضيعات وضيعات اللي عندها امتداد وطني دي هولدينغ، لقينا عاملات زراعيات كيخدموا بدرهم في النهار مده 4 شهور باش يمكن لهم يتوفروا ايامات الاخرى باش يكون الخدمه يخدموا بالسماق. لقينا عاملات كيخدموا بالعطش كيخدموهم بالكيلو في واحد المنتوج وما كيصوروا حتى درهم في النهار. كنسولناهم قال لك اودينا ما خدمناش 3 شهور بهذا المجال، ما يمكنناش نشتغلوا واحد المده ديال 4 شهور واحده اخرى باليومي. هذا مجال ديال الاستغلال خطير جدا، ولكن مجال العمل النقابي فرضنا تطبيق قانون الشغل.